النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع، يعني عشان أقول لكم تجربتي وبالظبط اللي حصل معايا، وهل فعلا قانون الجذب ده شغال وإن احنا فعلا نمشي وراه، وهل فعلا في ناس بتتجوز وفي ناس بتجيب عربيات وفي ناس بتجيب بيوت عن طريق قانون الجذب ولا لأ، وإيه خلاصة الموضوع ده من تجربتي. اللي هو انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن قانون الجذب، بدات اقرا عنه، بدات آه، يعني اسمع كتير فيديوهات وناس بقى بتتكلم عن قانون الجذب وتمارين وحاجات كده. يعني انا دخلت اصلا في العالم ده كله، وانا من النوع اللي لما بحط حاجه في دماغي يعني بحاول اعرف عنها كل حاجه حرفيا. تمام. ايه بقى اللي حصل معايا وازاي فعلا اتخطبت عن طريق قانون الجذب؟ هو مش خطوبة بس، هو كان بيجيلي عرسان كتير فعلا عن طريق، يعني مش عن طريق، هو كل حاجة بإيد ربنا طبعا، بس كان قانون الجذب ليه دور. يعني كان الحاجات اللي أنا بعملها والتمارين والمواصفات اللي أنا حطاها وإزاي مثلا بكتب الحاجات. اول حاجه هتكلم معاكم فيها هي بدايتي ازاي في قانون الجذب ده وازاي عرفته اصلا. انا طبعا من النوع اللي بحب القرايه، وبدات اقرا يعني بقالي كتير، وكان من الكتب اللي انا سمعت عنها واللي انا كنت عايزه اقراها كتاب السر. يعني كنت سمعت ناس اتكلمت عنه. بدايتي بقى مع كتاب السر ده هو كانت فعلا بدايتي مع قانون الجذب، اللي هو اول مره ابدا اسمع عنه. بس كان عندي مشكلة ان انا كنت اي حاجة بقراها كنت بصدقها. يعني ما عنديش فكرة ان اللي بيكتب الكتاب ده ممكن يغلط، ممكن يقول معلومات مش صح، يعني ممكن يقول معلومات تبع تفكيره وديانته واعتقاده والكلام ده. فانا ما كنتش بفكر بالطريقة اللي انا بفكر بيها دلوقتي. لا، انا كنت بشوف ان اي حاجة انا بقراها فهي اكيد صح يعني. فكان بيتكلم بقى عن السر، وان احنا نقدر نحقق اي حاجة بتيجي في دماغنا وفي خيالنا وبتفكيرنا، وكل حاجة نقدر نتمناها ونحققها. تمام. بدأت برضو اسمع كتير فيديوهات عن قانون الجذب. بدأت احس ان خلاص مشاكلي كلها في الحياة اتحلت، وان انا هقدر اعمل كل حاجة نفسي فيها، وان انا اكون مؤمنه وان انا اصدق ان ده هيحصل وان مفيش حاجه هتوقفني والكلام ده. تمام. كنت بقرا في قانون الجذب عن العلاقات كمان، ان المفروض ان انت تتخيلي الشخص اللي انت عايزه تكوني معاه، تتخيلي صفاته، تتخيلي معاملته، تجيبي ورقه وتكتبي كل يوم الصفات شريك حياتك اللي انت نفسك تكون موجوده فيه. تمام. بس كان في حاجة، كان شرط كده في الكتاب بتاع كتاب السر، ان انتي يعني ما تطلبيش حد، او ما تتخيليش حد بعينه، يعني شخص بعينه ان هو ده اللي انا عايزاه وعايزاه ينجذب ليا ويتجوزني والكلام ده. ليه؟ لان انا كده بتدخل في تفكيره. انا ما ينفعش اتدخل في تفكير حد، لان الشخص التاني ده ليه رغباته وليه تفكيره، وهو اللي بيجذب اللي هو عايزه. انا ما ينفعش اجذب شخص معين. ممكن لو هو حابب ان هو يكون معايا ممكن يبقى الموضوع الجذب ده يشتغل وفعلا نقرب، لكن لو هو مش حابب يكون معايا فانا كده هبعده عني اكتر، ويعني هيحصل عكس ما كنت اتمنى. يعني حتى لو هو كان بيتعامل معايا بقرب شوية، لا ده انا هبعده عني اكتر، لان انا تدخلت يعني في رغباته. ده اللي انا قريته في قانون الجذب. تمام. بعد كده بدأت اسمع فيديوهات شخصية تتكلم عن تمرين تحقيق المستحيل، وقالت ان احنا بالتمرين ده نقدر نحقق اي حاجة. حتى لو انت عايزة شخص معين تقدري تجذبيه بتمرين تحقيق المستحيل. طبعا ده عكس اللي انا قريته في قانون الجذب. قانون الجذب مش بيقول كده،
وتمرين تحقيق المستحيل اصلا هو مبني على قانون الجذب. تمام. فبدأت ان انا اقول طب ما اجرب، طب ما هي اكيد فاهمه برضو، يعني ما بفكرش في حته ان هي ممكن تبقى غلط، ان اصلا حتى الكتاب نفسه كله ممكن يبقى غلط، في حاجات تبقى غلط وفي حاجات تبقى صح تمشي معايا ومع ديني ومع حياتي. تمام. بدأت اصلا انا يعني ما كانش عندي حد شخص معين ان انا عايزه اجذبه، بس كنت بكتب كل يوم فعلا المواصفات اللي انا عايزاه مثلا بيصلي منتظم في صلاته، عايزاه غني ومرتاح ماديا، عايزاه يكون وسيم وأمور، عايزاه يكون أي صفة بقى، عايزاه يكون رياضي، عايزاه يكون صحته كويسة، عايزاه يكون دمه خفيف مثلا. كل الصفات اللي أنا عايزاها كنت بكتبها، وكل يوم بكتب الورقة دي وبقراها قبل ما انام. تمام. بس أنا كان في حاجة، انا كنت نفسي اتجوز في بلد معينة. تمام. يعني نفسي اتجوز حد اكون برضو عارفاه من نفس يعني المكان اللي انا فيه، بس نتجوز في بلد تانية معينة. يعني انا كنت حاسة ان انا هقدر احقق كل حاجة بكل المواصفات اللي انا عايزاها. جالي حد فعلا قريب جدا من المواصفات اللي انا طالباها، مش في كل حاجة طبعا، يعني في حاجات كتير مش متوافقة من اللي أنا كنت عايزاه، بس كان كشخصية، كتفكير، كشغل، يعني حالته المادية، كان كل حاجة زي ما أنا كنت عايزة فعلا. تمام. المهم طبعا هو ما كانش هيتجوز في البلد اللي أنا كنت عايزة أروحها، فأنا كنت بقى لا هو كان عاجبني، كنت حاسة إن أنا منجذبة ليه ومبسوطة، وكان هو كمان مرتاح لما قعدنا نتكلم مع بعض وكده، كان في انجذاب شديد جدا بينا. بس في الحتة بقى المهمة بالنسبة لي ان انا انا عايزة اتجوز في البلد دي، انا عايزة اسافر البلد دي واتجوز فيها. بدأت بقى ان انا اعمل ايه بقى، انا خلاص عايزة الشخص ده، بس احاول اخليه هو كمان يبقى عايز يتجوز في البلد دي. فبدأت اعمل تمرين تحقيق المستحيل اللي هي قالت عليه ان انتوا تقدروا تحققوا بيه كل حاجة. تكون معظمكم يعني عارفينه، ان احنا قبل ما بننام بنتنفس بطريقة معينة، وبنطلب الطلب ده 4 مرات. تمام. فبدأت اطلب ان انا وهو نتجوز في البلد دي. فبعد كده اتفاجئت تاني يوم، يعني انا لسه وقبلها بيوم انا عملت التمرين، تاني يوم برضو عملت التمرين، تالت يوم اتفاجئت ان هو بيكلمنا وبيقول لنا كل شيء نصيب. طبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة لي، مفاجأة وكانت صدمة، يعني انا كنت مش فاهمة في ايه. احنا كنا كويسين جدا، احنا كان الموضوع ماشي، كنا احنا الاتنين مقتنعين ببعض، يعني لا في حاجة غريبة ازاي. اما بدأت افكر لقيت ان انا فعلا عملت الحاجة اللي هي كانت عكس القانون الجذب في كتاب السر، اللي هو انا لو تدخلت في رغبات حد وهو فعلا مش عايز الحاجات دي، بس انا سمعت كلام اللي هي كانت بتتكلم عن تمرين تحقيق المستحيل، وان احنا نقدر نعمل اي حاجة، وان احنا نقدر نجذب اي حاجة. انا لما عملت ده هو بعد عني، وده بالظبط اللي مكتوب في كتاب السر، ان احنا ما ينفعش نتدخل في رغبات حد، وان احنا لو تدخلنا في رغبات حد هو مش عايز الرغبة دي، ده هيبعده عننا اكتر. فدي كانت النتيجة في الاخر. انا يعني كنت في الاول مصدومة شوية، بعد كده انا قلت اكيد هو مش خير ليا، يمكن انا عملت حاجة هي اللي كانت السبب في ده، بس اكيد ربنا قدر ده انه يحصل عشان هو مش خير ليا، وهو مش نصيبي ولا انا نصيبه. تمام. بس اللي عايزه اقوله لكم ان قانون الجذب ده يا جماعه هو زي ايه بالظبط، هو زي جهاز كمبيوتر. عن تجربتي الشخصيه هو فعلا زي جهاز كمبيوتر. هو جهاز الكمبيوتر هو ليه معلومات بتدخله وبيستقبلها منك، هو ما بيفهمش ولا بيحس.
جهاز الكمبيوتر ده مش بيحس خالص. يعني كان مثلا اما تقرا في قانون الجذب ان انت لو عايز حاجه معينه تطلب، مثلا تقول انا مثلا حد عايز يبقى غني، يقول انا عايز ابقى غني، ما يقولش انا مش عايز ابقى فقير، يقول انا عايز ابقى غني. لو انت قلت مش عايز ابقى فقير فانت كده اكنك بتطلب الفقر نفسه. ان قانون الجذب ما بيفهمش النفي، ما بيفهمش لا كلمه لا دي، هو دي الكلمه اللي انت بتقولها الفقر فانت بتطلب فقر، لكن لا دي هو ما بيفهمهاش. فانا عشان كده بقول لكم هو فعلا عامل زي جهاز الكمبيوتر، ممكن تستخدمه يبقى في صالحك في حاجات، وممكن لو عملت حاجة صغيرة غلط فانت كده بوظت الدنيا، وكده ممكن تلاقي نفسك جذبت لنفسك حاجات وحشة. في ناس ممكن تجذب نفسها مرض مثلا، في ناس ممكن يعني تتعامل، يعني مثلا انا كتير في قانون الجذب ده يعني حاجات كتير غلط قابلتها بسبب ان انا استعملته بطريقة غلط. طيب هل المفروض ان احنا نتعامل معاه ونقعد نعمل تمارين ونقعد كل شوية بقى نفكر ونتخيل والكلام ده، ولا نعمل ايه بالظبط؟ خلاصة الكلام ده يا جماعة بجد قانون الجذب مش بقول لكم ان انتوا تستغنوا عنه، لان هو احنا كده كده بنجذب حاجات كتير بتفكيرنا وبخيالنا، تمام. اللي انا توصلت له في الاخر ان احنا نتخيل الحياة اللي احنا عايزين نعيشها فعلا، بس بقى من غير تمارين تحقيق مستحيل، ولا من غير اي تمارين بنقعد نعملها، ولا الكلام ده. احنا ممكن نقعد نتخيل، نحسن ظننا بالله. هو ده بالنسبة لي قانون الجذب، ان احنا فعلا نحسن ظننا بالله. يعني هقول لكم على حاجة، انا لما باجي اصلي مثلا، لو انت جيتي صليتي قيام الليل قبل ما تنامي وطلبتي من ربنا كل المواصفات اللي انت عايزاها في شريك حياتك، او كل الحياة اللي انت عايزاها بأي صيغة انت بتطلبي بيها، ربنا سامعك وحاسس بيكي وهيستجيب دعاكي وهيعمل لك اللي فيه الخير. ولو الحاجة اللي انت بتطلبوها دي مش خير ليكي هيوريكي انها مش خير ليكي، وهيخليكي ان انت خلاص بقى تبقيش عايزاها لان هي فعلا مش خير ليكي. احنا نتعلق قوي ونقعد نكتب ونسيب بقى كل الحاجات دي، نسيب اذكارنا، نسيب مثلا قيام الليل، نسيب الكلام ده، ونقعد نقول لا احنا المفروض نتكلم بالصيغه دي ونقول بالتمرين بالطريقه دي ومش عارفه نكرره كام مره والكلام ده. لا يا جماعه بجد، اللي انتوا عايزينه من ربنا، اللي انتوا عايزينه كله اطلبوه من ربنا. طلبت منه الحاجه بصيغه غلط فربنا فاهمك وربنا عارف انت عايزه ايه، مش زي قانون الجذب اللي انت ممكن تطلبي اصلا بطريقه غلط فالدنيا تتقلب فوقيكي حرفيا، زي ما حصل معايا وزي حاجات تانية كتير حصلت معايا. مش معنى كلامي برضو ان احنا نسيب خالص قانون الجذب، لا قانون الجذب موجود وشغال وكل حاجة، بس احنا نستغله صح، ان احنا نحسن ظننا بالله، ان احنا نكون متفائلين، ان احنا نتخيل الحياة اللي احنا عايزين نعيشها ونسعى فيها. لكن في ناس بتوصل معلومة ان احنا مش المفروض نسعى، وان احنا مش لازم نتعب، وان احنا مش كل الحياة حاجة متعبة. مش لازم، يعني مش لازم ناخد كل حاجة بصعوبة، وان احنا لازم نتمرمط عشان الحاجة توصل لنا، بس على الاقل نعمل اللي علينا يا جماعة، نسعى. لان في ناس بتوصل الحاجة بطريقة ان احنا المفروض بس نتخيل، احنا المفروض بس نتخيل، احنا عايشين عشان نتخيل ونتأمل ونطلب وبس، ما ينفعش نسعى، ما ينفعش. يعني هما بيوصلوا لنا حاجات زي كده حرفيا، بس بعد كده انت هتلاقي مفيش اي نتيجة، وهتبتدي ان انت تمل، وهتبتدي ان انت تسيء الظن بالله، ان ربنا مش بيعمل لك اللي انت عايزه. لا، مش هو ده الطريق الصح. وانا ليا تجارب كتير مع قانون الجذب، الموضوع يعني طويل. فلو انتوا عايزين تعرفوا اكتر فيه وعايزين تعرفوا ايه الصح اللي احنا نعمله فعلا في قانون الجذب ده، وازاي نقرب من ربنا، وازاي نحقق احلامنا، وازاي نعيش حياتنا كلها سعادة، انا هعمل سلسلة فيديوهات عن الجذب وعن مواضيع كتير تانية، وعن مواضيع كتير حياتية بتقابلنا. فأتمنى لو عجبكم الفيديو، لو انتم مهتمين بالمحتوى ده ياريت تتابعوني، ومتنسوش تعملوا لايك، واستنوا بقى الفيديو الجاي. باي باي.